انظر يا محاولين لأجدني أعيش في حضرة الحلم وقد أصبح حقيقة، ولا أخفي عليكم أنني كنت أعيش من أجل هذه اللحظة التي أنتظرها يوما بعد يوم حتى أراها كما نراها ماثلة أمامنا بهذا الجلال والبهاء. نحتفل بافتتاح معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورها، إنه اللقاء الإبداع بالإبداع، حيث تم